السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديالي في الدجاج مشوي فوق الملح. الناس اللي باقي ما جربوهاش جربوها وردوا عليا الخبر قبل ما نبداو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دوزوا ان شاء الله العطريه باش غادي نتبلوا هاد الدجاجه ديالنا. مهم الدجاجه ضروري تكون ناشفه من قبل، يعني مغسوله ومسقطره ناشفه ما فيهاش الماء. هنا عندي الربيع مطحون، عندي الثومه محكوكه، عندي شويه البزار، شويه الكركم، سكينجبير، شويه تحميره، بسيبيسه وشويه ديال الملون كيبقى اختياري. وغادي نضيفو ان شاء الله واحد ضامه زعفران من بعد ما غادي نفرتتها بيديا. صافي البنات، يعني كيجي بنين لذيذ بزاف وما تخافوش منو تقولوا جي مالح، ما كتجيش نهائيا ملوحيه فيه، كيجي بنين بالعكس كيجي واعر بزاف. هنا عندي دانون مسوس، بالنسبه لي انا عندي دجاجه وحده غندير نص دانون. الا عندكم جوج دجاجات كتخليو دانون كامل. مهم المكونات كتضربوها على عدد الدجاجات اللي عندكم. هنا عندي واحد المعلقه ديال الخردل اولا المطرد. غادي الا عندكم اليازير ضيفوا اليازير، انا الصراحه ما عنديش اليازير كيجي واعر. غادي نخلط المكونات مع قليل من الزيت المائده. الا عندكم زيت زيتون نضيفوه، انا ما متوفرش عندي دابا. غادي نحرك المكونات مع بعضياتهم حتى كيدخل ليا داك دانون والمطرد يعني في العطريه. غادي ناخذ الدجاجه ديالنا كما قلت لكم من قبل تكون مسقطره، ما يكونش فيها الماء، يعني ناشفه مغسوله مسقطره ناشفه. غادي ندخل العطريه ديالي مزيان بين الجليده واللحم كما تشوفوا معايا. المهم غنمرمدها مزيان. ممكن انكم ديروا هاد الطريقه في الليل وتخلوها في الثلاجه والغد الاخر طيبوها قد ما رقادت كتما كتجي بنينه. صافي البنات، هنايا غنجمع ليها رجليها بهذه الطريقه هذه، ما نحتاجوش يعني نحزموهم غير هكايا. هاد المقله البنات عندي كان صراحه كنطيب فوقها غير الطاجين، يعني ماشي ديال الطياب ديال المسمن، وكنشوي فوقها هكايا الدجاج. صافي البنات، هنايا درت واحد الباكيه ديال الملحه ديال 3 دراهم. غادي ناخذها غنبرك على ديك الملحه بهاد الطريقه هذه، يعني غادي نقرص ديك الملحه مزيان كما كتشوفوا معايا في هذيك المقله. المقله راه ثقيله، كانت عندي ديجا كنت كنطيب فيها المسمن، ولكن وليت كنديرها تحت الطاجين صافي خسرات، اولا كنسخن فيها هكايا الخبز. صافي هنا من بعد ما قرصنا الملحه اللي عندنا غناخذ الدجاجه غنحطها على صدرها. الا عندكم الدجاج غليظ البنات تقبوه من صدرو. انا عندي هذه صغيره ما تقبتهاش، يعني حطيتها نيشان غنخشيها في الفران، غنشعل عليها من التحت ونخليها طيب على خاطرها. هنا غنشارك معكم واحد الجريده ديال الخضره غادي يعني نرافقها مع الدجاجه اللي عندنا، حيت ما غنديرش لاصوص، حيت دايره غير العشاء ما نديرش لاصوص. بغيتو ديروا لاصوص ديروه، يعني بالكبده والكنزه وداكشي. بغيتو تعمروا الدجاجه حتى هي بالشعريه الصينيه لكم الاختيار. المهم شاركت معكم الطريقه ديال العشايه وصافي. هنا عندي الخضره مسلوقه كما شفتوا معايا، بطاطا وخيزو كنسلقهم في الكوكوط، وكندير معاهم حتى الباربه. بالحق الباربه كندير لها ميكه البنات، كنضوب لها الميكه وكنديرها معاهم باش ما تطلقش ليا الحموريه في الخضره. هنا البطاطا كما شفتوا معايا كنقرضها يعني غليظه، الخيزو كذلك ومثال. هنا جينا الباربه حتى هي غنقطعها على شكل مربعات صغار. صافي يعني ديروا الخضره اللي عندكم كامله كما شفتوا معايا. انا عندي هنا البهربه، عندي خيزو، عندي البطاطا، وعندي حتى اللوبيا. صافي هنا نقطعوا البيربه اللي عندنا. هنا البنات الباربه الا بغيتو تصوطيوها في شويه الربيعيه والخضره ممكن. انا غنوريكم الطريقه ديالي، كنبغي صراحه طبيعيه بحال هكايا. نشارك معكم الطريقه ديالي حتى المايونيز ان شاء الله غنشاركو معكم في شي فيديو تاني، حيت كيجي واعر بلا بيض. هنا الروز كلاصي سلقته البنات في شويه الملحه والزيت. صافي غندوزو ان شاء الله نسمو كل حاجه. هنا بالنسبه للروز والبطاطا، الروز والبطاطا البنات كندير فيهم الطون ديال الزيت كما شفتوا معايا. كناخذ هكايا حك ديال الطون ونقسمو عليهم بجوج. البطاطا حتى هي كندير فيها الطون، كنفرتو بحال هكايا، كل واحد كنحطو ليه شويه على حسب القياس اللي عندنا.
صافي البنات، هنايا المايونيز كما كتشوفوا كيجي خاسر وعاقد البنات. الا بغيتو خلوه لي في الكومونتيرات نصيبو ليكم. صورته غير نحطو ليكم. صراحه ما كنديرش فيه البيض، غير الحليب والفرماج كيجي خاسر. هنا البنات راني باقي عندي في الثلاجه، يلا درته في الثلاجه باش يبرد. ها هو كما شفتوا معايا كيجي واعر. كندير في الروز وفي البطاطا، يعني المايونيز ديالي كنديرو في الروز وفي البطاطا صافي. وغادي نخلط الروز هنا ضروري يكون باقي سخون، حيت ملي كديروا فيه المايونيز يعني تيشرب هو داك المايونيز كيجي بنين بزاف. ديجا دايرين فيه الملحه والزيت ملي كنا بغينا نسلقو، يعني بلا ما نعاودو نديرو فيه الملحه صافي. وهنا البطاطا نفس الطريقه، يعني حتى هي غادي نخلطها سخونه صافي البنات. هنا كتجي بنينه البنات، كتجي واعره البطاطا ملي كنديرو فيها المايونيز الطون صافي. غنحتفظ بها على جانب. دابا ان شاء الله غندوزو للخضره ديالنا. كما قلت لكم هاد الخضره انا غنخليها طبيعيه، غندير فيها غير شويه ديال الزيت والخل والملح. شويه الزيت والخل والملح. نتوما ممكن انكم تصوطوها في شويه ديال الربيع والثومه، الا بغيتو النسمه ديال الثومه والربيع كنديروا ليها غير شويه الزيت وكنصوطوها هكا في كاسرونه ولا مقله، حتى هي كتجي زوينه. انا كتعجبني غير بالملحه والزيت والخل صافي، كتبقى على طبيعتها. ولا كنتو سالقين الخضره بالملحه بلا ما ديروا الملح صراحه كيجيو بنان بهذه الطريقه، يعني كتسبني الخضره على بنتها صافي. هنا غادي نخلطوا المكونات. بالنسبه للخيزو راه مسلوق مزيان، غادي غير نحركو بهذه الطريقه هذه صافي. واللوبيا والباربه، بالنسبه للباربه ماشي مشكل، راه ما مسلوقاش يعني ما هارياش بزاف. هنا البنات الباربه الا ما كانش عندكم حلوه ديروا فيها شويه السكر. هادشي اللي كندير لولادي باش ياكلوها ليا. بالحق طاحت فيها حلوه الحمد لله. هنا اللوبيا كما شفتوا معايا ضروري حتى هي نحركوها. هذه هي الدجيجه ديالنا كما كتشوفوا من بعد ما طابت البنات. شوفوا ما شعلتش عليها من الفوق، شعلت عليها غير من التحت وخليت الفوق، خليت المقله الفوق وشعلت عليها من التحت. يعني مني كطيب كتشوى كامله من التحت ومن الفوق. هذه شوفوا البنات كيفاش كتجي. والملحه راه كتقصاح ما تخافوش منها، تقولوا زعما راه غتجي مالحه ولا غتعود تلعب في الملحه. غير هو خاص الدجاجه تكون ناشفه من الماء وصافي. هذا هو السر ديالها باش كتجي هكا بنينه ولذيذه البنات. والله غير جربوها وردوا عليا الخبر. صافي البنات، هنايا غادي ان شاء الله ندوزو نوجدوا العشاء ديالنا، يعني الجرده ديالنا كما شفتوا معايا. غنشارك معكم الطريقه وانتم زينوا كما بغيتوا. هنايا عندي الطبيسين، درت واحد شويه ديال الخس لتحت. الصراحه لقيت الخس خسرات، لقيتها غير هادو الوسط هما اللي زوينين. كنت باغا نديرو شلاضه ماشي مشكل. حطيت الدجيجه ديالي على الشكل كما كانت صافي. وغنبدا نحط في الخضره. حطيت اللوبيا، حطيت الباربه. المهم كما قلت لكم زينوا كما بغيتوا، لكم الاختيار. ممكن يعني ما بغيتوش ديروا الدجاج في الجرده كما درت انا واحد المره. كنت بغيت يعني تحطوا غير هكا، كديروا الروز الوسط والشلاضه والخضره في الجناب صافي. هنا حطيت البطاطا، حطيت الروز، حطيت غير القياس اللي غير باش يتعشاو الدراري. داكشي اللي بقى البنات راه كيبقى في الثلاجه ماشي مشكل، الغد الاخر راه يتكال صافي. الكبيدات ديالي دابا من بعد ما زينت بالخيار غندير المايونيز من الفوق اللي كيعجبني. المايونيز واعر الصح كيجي بنين. هذا هو الطبق ديالنا البنات، كيجي بنين لذيذ. جربوا الدجيجه مشويه فوق الملحه وردوا عليا الخبر. راه مني تيكونوا عندي حتى الناس كنشدهم وكنعمرهم فيرنيسيل والكبيدات ديالهم وكنخشيهم في الفران وكنقدمهم بحال هكا. نتمنى من الفيديو نال الاعجاب ديالكم.